يلا فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة يعني من اكتر الفيديوهات القريبة قوي من قلبي. زي ما انتم شايفين كده بنعمل فطير ومش عندي في الشقة. الفيديو النهاردة حلو، كملي لي الاخر، ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل الفطير النهارده بطريقه ماما. زي ما انتم شايفين كده هنعملوها يعني الكوره بنكبروها ونعملوها مره واحده، مش بنعمل رقات زي ما كنت بعمله. هنا عاملين جزء بالصدق والجبن والزيتون، يعني بس كده مش حاطين غير فيه، يعني جزء كده وجزء عاملينه ساده. كل اللي موجود على الصينيه ده خالص، لكن بتسيبه ترتاح، ولسه دلوقتي هتحطه في الصينيه وتفرده. زي ما انتم شايفين بتفرده، يعني القرصه كده بتعملها كبيره وبتبدا تفردها. الاول كانت بتعمله لوحدها، لكن دلوقتي يعني اللهم بارك بقى معاها كتير، فبيقعدوا قدامها كده ويفردوه زي ما انتم شايفين، ولا بيتقطع منهم ولا اي حاجه. بعد ما يفردوه بيبداوا يحطوا سمنه ويرجعوا يقفلوها. يعني بصوا دلوقتي اهو هوريكم بالظبط كده، بتبدأ تقفله بقى وبيعمل رقات وبيعمل، بصي بيبقى مورق وبيبقى تحفة. اي بتبدأ تقفله من كل الاتجاهات. يعني بصي اهم حاجة ان انت تفرديه كويس وتحطي السمنة بتاعتك، والله هيطلع احلى فطير. وبيكون سهل، يعني اسهل من اللي انا بعمله، لكن يعني هو عاوز مكان بس واسع ان انت تقدري تعمليه وتفرديه، لكن الطريقة بتاعت ماما دي اسهل بكتير. بعد ما بتخلصوا كله بتسيبه يرتاح، اهم حاجة تسيبه يرتاح. وبعد كده بتاخده على الصينية، بتحط اللي فيه صدوق، اللي بحشوة الصدوق بتحطه من على الوش جبنة موتزاريلا. هنا السادة عاملة قشطة وسمنة، بترجع تفرده بالقشطة والسمنة وتحطه في الفرن. وكمان اللي بالصدق بتفرده بالقشطه والسمنه، لكن بتزود له جبنه موتزاريلا زي ما انتم شايفين كده. قد ايه كان خفيف، يا نهار ابيض كان طعمه تحفه بجد. بعد كده بقى بتولع الفرن زي ما انتم شايفين كده من فوق ومن تحت. الفرن ده حلو قوي، بيسوي كل حاجه، بيسويها حلو. الفطاير القرص مش بيطلعها ناشفه، وبيطلعها طريه وحلوه. شايفين الفطير عامل ازاي، ما اخدش منها حاجه. يعني النهارده الجمعه، جمعة مباركة عليكم كده يا رب ان شاء الله. هي قايمة من بدري طبعا عاملاه، يعني انا رحت من اول ما بدأت اصور لكم كده، هو ده اللي لحقته فصورته معاكم. وهي بتفرد، يعني كانت خلاص فاضل لها اتنين كده ولا حاجة، والسوا بقى زي ما انتم شايفين كده، السوا جميل بتقدر تتحكم فيه من فوق ومن تحت. نفسي بجد اجيب فرن، يعني على طول اقول لكم هجيب فرن وهعمل معاكم رقاق وهعمل معجنات فيه طبعا. اسهل بكتير يعني بيخليني اخلص بسرعه اكتر من الفرن بتاع البوتاجاز. لكن مش عارفه، حاسه ان كده كل ما اجي اجيبه حاجه تعطلني، او اجيب حاجه تانية اقول وبعد كده هجيبه وبرجع ما بجيبهوش تاني. لكن ان شاء الله قريب كده هجيبه ونعمل حاجات كتير مع بعض. هنا كده في الوقت ده كان الساعة 1، فالكل بقى قاعد مستني الفطير وهو سخن. مجهزين طبعا، حاطين جبنة حادقة حاجة أساسية، عاملينها على طماطم وسادة علشان اللي عاوز ياكلها من غير طماطم. وكمان معانا عسل. دي الفطيرة اللي بالصدوق، قد ايه كانت خفيفة وكان طعمها حلو. مش عارفة اقول لكم بقى اتغدينا ولا فطرنا، يعني هما متعودين كده بعد الصلاة بيطلعوا يلاقوا الغدا كل يوم جمعة. يا رب يكون يوم حلو كده وبسيط. حبيت اشارككم معايا اللقمة، بجد والله كان طعمها يعني شكلها وزي طعمها. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامة.